المشكله بقى الاكبر في الموضوع ان الفيديو ده وقت ما نزل وصل لنص مليون مشاهده في اقل بس من 30 دقيقه. اللي شاف الفيديو ده كده يا جماعه؟ اللي حصل بقى يا صديقي ان في طفل صغير صور او اخواته او قرايبه وهم بيرقصوا لايف على الفيسبوك، فتح بث مباشر، واثناء البث المباشر جت رساله على التليفون، فاخته مسكت التليفون واكتشفت ان هو مفتوح لايف او مفتوح بث مباشر على الفيسبوك، والطفل بيلعب في التليفون وهو مش واخد باله. كام مره تحصل الحركه دي؟ مش اول ولا اخر مره. من شهر حصلت نفس الحركه، وقبلها حصلت نفس الحركه، وبعدها هيحصل نفس الحركه. المشكله بقى الاكبر في الموضوع ان الفيديو ده وقت ما نزل وصل لنص مليون مشاهده في اقل بس من 30 دقيقه. مشكلتنا احنا كالشعب، احنا الا من رحم ربي طبعا بنحب الفضايح وبنموت في الفضايح، واول ما نشوف حاجه زي كده بنشيرها في ثانيه الا ثانيه عشان غيرك يشوف. يا اخي تخيل ان دول اهل بيتك، اختك، امك، بنت عمك، بنت خالك. تخيل مراتك ان هي اللي بتتصور بالمنظر ده. مش هتقبل ان حد يشيره، ومش هتقبل ان حد يشوف فيديو زي كده. المفروض لما حاجه زي دي توصل عندك انت اول واحد توقفها عندك وما تخليهاش تكمل، وخليك متاكد وفاكر ان من ستر حد في الدنيا بيستره ربنا يوم القيامه. واهم حاجه يا جماعه ننتبه من الاطفال وهي ماسكه التليفونات، ننتبه من الاطفال. لازم يكون قافلين النت، رقم واحد. لازم تقفل الكاميرا بباسورد عشان محدش يقدر يفتحها اذا كان طفل. ما هو الطفل اصلا ما يعرفش ان هو فاتح كاميرا، وما يعرفش ان هو بث مباشر، وما يعرفش ان هو على الفيسبوك. لازم ننتبه يا جماعه من الحاجات ديت ونخلي بالنا، لان الحاجات دي بتحصل كتير، ومش اول مره تحصل ولا اخر مره تحصل ولا حاجه هتوقفها. فلازم ننتبه من الحاجات دي يا جماعه، ونرجو من اي حد يوصل له حاجه زي كده بدل ما يشيرها يوقفها عنده. وكله بثوابه يا عم. اعتبر اختك، اعتبر امك، اعتبر اي حد. بلاش الفضايح وبلاش الجرس وبلاش نفضح الناس وبلاش نحط الناس في حته مش بتاعتهم. تخليك متاكد ان كل واحد بيعمل حاجه هيلاقيها. اللي بيفضح ربنا بيفضحه، واللي بيستر ربنا بيستره. وهي دي الدنيا، كما تدين تدان يا صاحبي. وربنا يسترها على الجميع، وربنا يجازي كل واحد بيعمل خير خير ان شاء الله.